السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا كده ونقول بسم الله. اول حاجة كده، انا دخلت بقى المطبخ هعمل الغدا كده. اول حاجه كان عندي فراخ بانيه كام قطعه كده، فاول هتبلهم معاكم. انا بعمل ايه في تتبيله الفراخ البانيه؟ بحط بابريكا وبحط فلفل اسود وملح وتوم بودر وبصل بودر، وبحط كده معلقتين زبادي، يعني اي نوع زبادي عندك بحط كده معلقتين. ولو اوقات لما بيكونش عندي زبادي عادي ممكن احط شويه لبن صغيرين كده، علشان الزبادي يعني بتطري الفراخ خالص وبتخليها تبقى طريه كده وحلوه من جوه. وكمان بحط معلقتين خل او معلقه خل كبيره، وكمان بحط شويه زيت، وبحط يعني ايه، نص ليمونايه كده بعصرها. بس مش بحط اي حاجه تانية عليها. دي تتبيله الفراخ البانيه بتاعتي وبتطلع على فكره جميله جدا. ممكن كمان اوقات بحط شويه كاري عشان تدي لون حلو كده للفراخ، او اوقات ما بحطش يعني عادي. بس هي دي الحاجات المكونات اللي انا عملتها. خلطتها كده مع بعض زي ما انتم شايفين، وخلطتها كويس جدا. وهسيبها ايه، هغطيها كده بورق فويل وهسيبها يعني شويه في التلاجة. طبعا ايه يعني، مثلا بعملها قبل ما اعمل الغدا بفتره، يعني مثلا اقل حاجه كده ساعتين 3 بحطها في التلاجة، علشان يعني التتبيله كده تشرب منها، من الفراخ تشرب التتبيله وتبقى طعمها حلو كده وانا بعملها. طبعا انا هنا غطيتها ايه، هوديها بقى في التلاجة كده لغايه ما اخلص الحاجات التانية وبعدين اطلعها على ما يكون يعني عدى وقت شويه. هنا طبعا طلعت كده طماطم علشان هعمل عصير طماطم عشان هعمل مكرونة. طبعا هنا شغلت الاول الكتل على المية عشان المكرونة، يعني لما اسلقها بحطها في مية بغليها الاول في الكتل وبعدين بحطها على النار وكده. فهنا بقى كده هضرب الطماطم اهي في الخلاط زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان الخلاط بتاعي ده اللي هو تورنيدو، هو كويس وكل حاجة، بس في عيب بقى، ان الجلدة بتاعت اللي هو ايه الشفشة بتاع الخلاط ده، لما الجلدة اللي تحت باظت لما جيت اغيرها بقى مش حلو خالص بقى. يعني لازم اضرب الطماطم دي كتير كده، لان لو ضربتها شوية صغيرين بلاقي قطع زي ما هي، وبقعد اضرب فيها كتير جدا عشان ايه كلها تتضرب وكده. ده عيبه بقى، ان هو يعني مش حلو في الحتة دي. بس يعني عادي شغالة بيه، مش بس مش اللي هو الواو يعني. انا ما انصحكوش ان انتوا تجيبوا النوع ده. بس فهنا بقى حطيت الحلة كده على النار عشان اسلق المكرونة. حطيت بقى المية المغلية اللي انا عملتها في الكاتل، وحطيت شوية زيت وشوية ملح. وهنا بقى هسلق المكرونة كده، بس طبعا مش هحط الكيس كله لان الكيس كله هيبقى كتير علينا. حطيت منه شوية كده. طبعا الكيس ده 400 جرام، بس انا بعمله على مرتين لانه بيبقى كتير وكده. واصلا بعمله على مرتين وبتفضل مننا مكرونه برضو يعني. ملناش في المكرونه كتير قوي يعني، بس ايه بعملها يعني مع البانيه مع الحاجات دي بتبقى حلوه. هنا طبعا حطيت اهي. طبعا مش بغطي المكرونه، بسيبها بقى لغايه ما تتسلق خالص، وبعد ما اتسلقت حطيتها كده زي ما انتم شايفين اهي. صفتها اهي في المصفى. طبعا بعملها في مصفى ستانلس احسن من المصفى البلاستيك، عشان تبقى سخنه وكده، سخونيه يعني متتفاعلش مع البلاستيك وكده. انا طبعا جبت بقى حله تانية عشان اعمل بقى الصلصه بتاعه الطماطم. حطيت كده معلقه سمنه، وبعدين نزلت بقى بعصير الطماطم بتاعي، وهحط كمان معلقه ملح وفلفل اسود. طبعا لازم رشه سكر كده عشان ايه تضيع مزازه الطماطم وتبقى طعمها حلو يعني مسكر كده وحلو. بس بسيبهم كده بقلبهم وبسيبها بقى لغايه هي ما تتسبك خالص مع نفسها. دي كده الطماطم اللي بعملها لايه للمكرونه. انا دلوقتي بعد ما اخلص يعني واسيبها بقى تتسبك خالص، مش هفضي المكرونه عليها غير وقت ما نيجي ناكل. يعني مثلا ايه، المفروض بقى بحطها وكده بسيبها، لا انا مش هحطها دلوقتي لغايه ايه ما نيجي ناكل، يعني عشان بنحب احنا الصلصه تبقى لسه فيها كده، مش بحبها تبقى ناشفه. انا طبعا قطعت البطاطس وحطيتها في ميه وحطيت عليها تلج علشان لما اصفيها واجي اقليها تبقى مقرمشه. دي تكه كده، لو عايزه البطاطس بتاعتك تطلع مقرمشه حطيها كده في ميه ساقعه او في تلج، وبعدين سيبيها شويه وبعد كده اقليها. هنا طبعا الطماطم كانت اتسبكت اهي، بس مش هحطها يعني دلوقتي بقى غير لما اخلص خالص. مش هحط المكرونه يعني. هنا طبعا حضرت بقى الحاجه اللي هعمل بيها الفراخ الفيجيتار. طلعتها كده، كان عدى وقت عليها كتير يعني في التلاجة. بحط بقى بقسماط ومع فيجيتار.
يعني بحط الاتنين مع بعض، مش بحط فيجيتار بس. بحط كمان الدقيق، بحط معاه معلقه نشا، وبكسر كده بيضه وبزودها بشويه لبن صغيرين وبحط عليها شويه ملح بس. فهخلص بقى هنا الفراخ اهي زي ما انتم شايفين. طبعا بطلع الفراخ بحطها في الدقيق وبعد كده في البيض وبعد كده في الفيجيتار والبقسماط. هنا خلصت الكميه اهي. هقلي بقى هنا الفراخ وهقلي البطاطس. طبعا هنا بقى كنت خلصت زي ما انتم شايفين كده. بصوا احنا بحب بقى ايه المكرونه تبقى كده، تبقى الصلصه لسه فيها، عشان كده مش بحب يعني ان انا احطها في الصلصه غير واحنا جايين ناكل على طول. هنا بقى كنت حمرت كام قطعه كده من الفراخ والباقي كمان هشيله. حمرت البطاطس وعملت المكرونه زي ما قلت لكم. كمان فضل مني شويه من البيض بس حرام يعني مش هرميه، هشيله. طبعا شايفين بقى كميه المواعين والحاجات المكان بقى ما كنت بعمل وكده، سبتها كده كلها مره واحده. قلت ايه لما نخلص الغدا وكده ابقى اغسلهم كلهم بقى مره واحده مع بعض. هنا طبعا خلاص بقى خلصت وغسلت كمية المواعين اهي زي ما انتم شايفين. بصوا كانت مواعين كتيرة بس الحمد لله غسلتها وخلصت. كمان كان الكيس ده قلت خسارة ان انا ارميه يعني فغسلته. اوقات بحط فيه حاجات او عيش او كده. طبعا الحوض فاضي اهو والبوتاجاز طبعا فاضي وظبطت الدنيا كلها. دلوقتي بقى ما فيش حاجة دلوقتي غير ان انا ايه امسح الارض. وكمان ايه اشيل بقى ايه المواعين والحاجات دي ارصها في مكانها. بص انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انا مش راضيه افرش المطبخ دلوقتي غير لما افرش الصاله بره هنا، عشان مش عايزه احط المشايه بتاعه المطبخ وانا مش حاطه السجاده بره. فانا مستنيه شويه كده يعني على الجو بس يبدا كده يبقى خريفي شويه، وبعدين بقى هسيق الشقه كلها واظبطها واروقها وافرش بقى السجاد هنا وهنا علشان تبقى نضيفه. شايفين بقى وانا برص الحاجات. بصوا واحده اتكسرت ازاي، اللي هي زي دي بتاعت الطقم بتاعي. بصوا اللي هي السلطانية اللي زي دي بتاعت الشوربة. وانا برص كده الحاجات اهي كنت عمالة بقى برص هنا كده فوق وبظبط الحاجة. بصوا اتكسرت ازاي. ادي اخرتها بقى هنعمل ايه. يلا بصوا ادي اخرتها. بس الحمد لله ان هي جت على قد كده، مش مشكله. يلا في داهيه. عايزه اقول لكم اصلا ان انا بتكسر عندي حاجات كتيره جدا والله. يعني طقم العشاء بتاعي ده اللي هو الابيض واللون الفيروزي الاخضر ده، السلطانيات بتاعته دي في 2 منهم مكسورين، والاطباق اللي هي الواسعه دي في 1 منهم مكسور. وطبعا الكوبايات عايزه اقول لكم طقم الكوبايات اللي هو لونه سيمون ده كان 6، ما بقاش عندي غير 2 يعني في 4 اتكسروا. فيلا في داهيه بقى مش مشكله. بصوا بس زعلت عليها والله. بصوا عامله ازاي. يلا مش مشكله. فدانا الحمد لله ان هي جت على قد كده. بس هكمل بقى الحاجات دي هشيلها وخلص كده يبقى كده ما وريش اي حاجه. انا هقفل بقى معاكم الفيديو دلوقتي علشان ايه ما يطولش اكتر من كده. فانا دلوقتي هلم الاول الحاجات اللي في الارض دي بسرعه عشان طبعا حد يتعور منها ولا حاجه، وهشيلها كده وهكنس بقى الارض. وبعدين اكمل بقى ترتيب الحاجات دي ويبقى كده خلصت الروتين بتاعي معاكم النهارده. فيا رب بقى الفيديو لو كان عجبكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد تاني على خير ومع السلامه.